السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في فيديو جديد وقعدة جديدة من القلب. قبل ما نبداو حبيت نرحب بليزابوني الجيش الوافي للقناة اللي دايما واقفين معاي، وبلا بكم ما تحلى اللمة. وألف مرحبا بالمشتركين الجدد اللي انضموا لعائلتنا. نقول لكم نورتوا القناة والدار داركم، إن شاء الله تعجبكم لمتنا وتستفادوا معنا. قبل ما نبداو، اذا حسيتوا بالراحه معاي في هذا الفيديو يكفيني منكم تشجيعه صغيره. اليوم نديرو فيديو ونقصروا فيه، نحيو على خواطرنا ونهربوا شويه من الجري نتاع الدنيا. رايحين نوجدوا مع بعض بيتزا من الصفر، عجينه خفيفه ريشه ومكرمشه. واش نحكي لكم اليوم؟ راح نطيبوا في نفس الوقت نديروا دردشه في موضوع يهمنا كامل: كيفاش تصنع نجاحك الخاص في هذه الحياة. لأنه علمتني الأيام اللي النجاح والبيتزا يتشابهوا في بزاف صوالح. هنا وجدوا كاس قهوة ولا واش تحبوا تشربوا، وهيا نبداو مع بعضنا. أول خطوة في البيتزا هي العجينة. إذا ما كانش الساس صحيح، المكونات هذيك اللي نحطوها من الفوق أي ما عندها حتى معنى. في الحياة النجاح يشبه لهاد العجينة، لازم تخدم الساس نتاعك مليح. على بالكم بزاف ناس حابين ينجحوا بين ليلة وضحاها، حابين يشوفوا الفرماج دايب والبيتزا واجدة قبل ما يتعبوا ويعجنوا الساس هو قرايتك وصلاتك ومهارتك والالتزام نتاعك كل يوم. شوفوا معايا شحال راني نتعب ونلم في العجينة ونعجن فيها بيدي. هذا التعب كامل ما رايحش يبان وحده فلافان، بصح بلا بيه البيتزا تيجي يابسة. هنا تعبك راهو ورا الكواليس، سهرتك وتعلمك حتى واحد ما يشوفهم، بصح هما اللي يصنعوا لك نجاحك ومستقبلك. ودرك رايحين نخليو العجينة ترتاح وتخمر، وهنا تتعلموا درس كبير في فلسفة الصبر. هنا لو كان نجربوا عليها وندخلوها للفرن، درك تجينا معجنة وتخسر الخميرة، لازم لها وقت باش تتفاعل وتطلع العجينة وتيجي خفيفة. احنا درك رانا عايشين في وقت كلش فيه بالزربة، نحبوا الحاجة توجد في دقيقة، وإذا بطا علينا النجاح شوية برك نفشلو. بصح الدنيا تعلمنا كل حاجة تطيب على نار هادية وفي وقتها، والصبر هو واش راني ندير درك. هنا العجينة راح نخليها تخمر، وانا درك راني نستغل في وقت الانتظار. اذا راك في فترة تسنى في كاش حاجة تيجيك، خدمة ولا ريزيلطا ولا نجاح ولا في بروجي، ما تضيعش الوقت، طور روحك ووجد روحك للمرحلة الجاية. شوفوا ما شاء الله العجينة كيفاش درك نخلوها تخمر كيف ترجع. درك نحلوها وتيجي ان شاء الله مكرمشة وطالعة وهشيشة. هنا درك نلحقوا المكونات، هنا كل واحد وذوقه، كاين اللي يحبها سامبل وكاين اللي يحبها معمرة وكاين اللي يحب فيها الكاشير ولا الزيتون. وهنا النجاح ماشي قالب واحد برك، ما تخلي حتى واحد يفرض عليك المفهوم نتاعو للنجاح. ماشي شرط تكون ناجح غير إذا وليت ملياردير ولا مشهورة. قادر يكون النجاح غير انتي تربي ولادك تربية صالحة، ولا تتقن حرفة تحبها، ولا تعيشي هانية.
هنا انا نحب نعيش براسي مرفوع في بلاصة هادية. البيتزا تشبه للذوق نتاعي، ما نقارنش الخلطة نتاعي بخلطة غيري. وهنا درك قريب لحقنا للصح واش هي مرحلة الفرن السخون. البيتزا ما تطيبش في بلاصة باردة، لازم لها اعلى درجة حرارة باش تتنفخ ويذوب الفرماج وتتحمر. وهنا هذه هي الضغوطات والمشاكل نتاع الحياة. كي تضيق بيك وتمري بظروف صعيبة، تذكري باللي راكي في الفرن. هاد السخانة ما راهيش باش تحرقك، راهي باش ترجعك قوية وتخرجي أفضل ما فيك، وترجعي إنسانة ناضجة قادرة تواجه الدنيا. وهنا رانا قريب للنهاية. إن شاء الله هاد القصرة تكون قاست قلوبكم، والبيتزا تكون عجبتكم وتجربوها. ويعطيكم الصحة اللي زابوني على التفاعل والوقفة الدائمة. ونزيد نرحب باللي انضموا لينا اليوم. وما تنساوش ديروا اشتراك وتفعلوا الجرس وتخليوا لي كومنتير وتقولوا لي فيه واش هو المفهوم نتاعكم للنجاح، واش هي البيتزا اللي تحبوها. تهلاو في رواحيكم ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. سلام.